خبر سعيد من الملك محمد السادس يوم عيد العرش. من المتوقع أن يحمل خطاب العرش الخامس والعشرون في المغرب إعلانا غير مسبوق من الملك محمد السادس حول موقف فرنسا من قضية الصحراء. وفقا للمصادر، فإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيكشف عن الموقف الجديد لفرنسا بخصوص قضية الصحراء، وذلك من خلال رسالة يوجهها إلى الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش، يعرب من خلالها عن أن الصحراء مغربية. تعتبر فرنسا من أبرز حلفاء المغرب، لكن في الآونة الأخيرة طرأت هناك مشاكل بينهما، مما تراجعت مستوى الصداقة بين المغرب وفرنسا، خلافا لمستوى الصداقة المرتفع ما بين أمريكا وإسرائيل. إلا أن هذا الاعتراف سيعيد الصداقة كما كانت. هذا الموقف الجديد سيغير كثيرا من العلاقات السياسية بين المغرب وفرنسا، ومن الممكن تعاد المياه إلى مجاريها بسبب هذا الموقف الجديد لفرنسا. يجدر بالذكر أن الجزائر أخرجت بلاغا بأن فرنسا قد اعترفت بمغربية الصحراء قبل هذا الاعتراف.